يا صباح الخيرات والهنا والسعادة عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا رؤية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، لو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك، ويلا بينا على الفيديو. اول حاجة كده يعني يا بناتيتي يا امارات، انتوا هنعمل الجاتو شاتو. انا عملته معاكم قبل كده في القناة من سنة مثلا، ومن وقتها ما عملتوش تاني. بس عارفين اللي هو انا صاحية نفسي في حاجة مسكرة كده حلوة، وفي نفس الوقت تكون مليانة كده غرقانة صوص شوكولاتة. كان برضو انتشر في فترة كبيرة جدا. فانا حبيت ان انا اعمله النهاردة، يعني فاهمين صحية كده اللي هو نفسي في حاجة مسكرة. فبصوا زي ما انتم شايفين، هو من كل حاجة هو الاول هنحط كوباية سكر، كوباية حليب، كوباية زيت بنفس المقدار. يعني انتوا هتجيبوا كوباية واحدة هتعملوا بيها ل3، هي سهلة جدا جدا مش هتاخد منكم اي وقت. وهتحطوا 3 معالق كبار كاكاو خام، لازم يكونوا مليانين. يعني انا المعلقة التانية كانت نص شوية فيها حبة صغننين فكملتهم. وهحط حبة صغننة نسكافيه، اللي هو عارفين شايفين اهو، ربع معلقة كده بالظبط نسكافيه بس. والصوص ده فظيع، والكيكه دي سهله قوي وتتعمل في الخلاط وحاجه كده، يعني مش عايزه اقول لكم سهله قد ايه. بجد لو نفسكم في حاجه مسكره زي الجاتوه كده بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره وسهله وسريعه، قوموا اعملوها. إيه، خطيره خطيره. وكمان هنعمل مع بعض انبوكسنج لمروحه. هتشوفوها في وقتها، هقول لكم عليها. يعني المفروض ما كنتش اقول لكم ان انا جبت مروحه، كنت هقول لكم المفروض في وقتها. ولو بس ما تتخيلوش مني اي حاجه. لن انهزم في هذا اليوتيوب. ماشي، وانا عارفه ان انتوا هتشجعوني وشطاطير وهتعملوا شير كتير للفيديو وكده. وكان في موضوع عايزه اكلمكم فيه، بس الموضوع ده مش عايزه اعمله فيديو كده يعني وانا بعمل حاجه. بصوا انا فكرت فيها اعمل فيديو واكلمكم في الموضوع، ولا اطلع كده احسن احكي لكم الموضوع اللي انا عايزه احكي، لان الموضوع مهم جدا جدا بصراحه. وانا نفسي احكي معاكم يعني. المهم دلوقتي انا مستنيه رايكم، ومستنيه رايكم في ميعاد نزول الفيديو. يا بناتيتي انتوا حابين ميعاد نزول الفيديو يبقى الصبح الساعة 1 2 3 الظهر، ولا حابين يكون بالليل الساعة 8 9 10 بالليل؟ يعني انا عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس. انا عارفة ان انتوا هتساعدوني في اكتر حد اكتر ناس هيقولوا ميعاد مناسب هنزله. بس كده. ودلوقتي هنرجع تاني للجاتو القمر بتاعنا. هنحط على الخليط، خدنا نص الخليط زي ما انتم شايفين، حطيته خلاص في كوبايه وهنشيله على جنب تحطوه في التلاجة. وبعدين هننزل ب3 بيضات وهتحطوا عليها فانيليا وسنه خل، ربع معلقه خل صغيره. بس. وبعدين خلاص زي ما انتم شايفين الخليط بقى ايه بقى، خلاص احنا مش هنحط عليه اي حاجه تاني، لان هي دي الحاجات بس اللي احنا هنحطها. هي مكونات اي كيكه عاديه، بس الاول اللي انتوا بتعملوا الصوص ده وبتشيلوه. عارفين الصوص ده طعمه خطير بس لو انتوا استخدمتوا كاكاو صح. وهنا طبعا كالعاده خديجه بتحب تساعدني جدا، ربنا يبارك فيها ويبارك في اولادكم يا رب، هي وجوري. بس. وبعدين بحط الدقيق. انا الحمد لله انا بقيت، يعني انا بقالي 10 سنين مثلا او اكتر بعمل كيك، فانا عارفه مقدار الدقيق. بس انتوا بقى عشان مثلا لسه مش عارفين مقدار الدقيق، هتحطوا بنفس الكوبايه اللي انتوا حطيتوا بيها الدقيق، قصدي السكر والزيت والحليب، هتحطوا بيها كوبايتين دقيق، هتضاعفوا الدقيق بس، وهتطلع معاكم احلى كيك. ولو انتوا عايشين هنا في تركيا، الكيكه لو هتطلع معاكم مش مظبوطه لازم تحطوا 2 بيكنج باودر يا جماعه، مش هينفع تحطوا واحده بس، 2 بيكنج باودر هتطلع لكم كيكه هشه جدا جدا جدا. لان البيكنج باودر هنا غالبا بيختلف عن عندنا مثلا في مصر، مش عارفه ولا ايه. بس المهم انا لما عملت التجربه دي لقيتها ناجحه معايا، قلت هقول لكم عليها. بس. وبعدين هنا طبعا الخليط اهو خلاص جاهز خالص، وانا قلبته كويس جدا. وبعدين طبعا هدهن البتاع بتاعتي زيت. اختراع الزيت دي يا جماعه حلوه قوي، عجبتني قوي لما جبتها. وطبعا اكيد هنبطن الصينيه من تحت كويس جدا جدا بالدقيق. وما تقلقوش، في ناس ما بتحبش تعمل كيك في البايركس، لا يا جماعه اعملوه بيطلع حلو جدا برضو والله، ما فيهوش اي فرق بينه وبين التاني. هناخدها ونحطها في الفرن على درجه حراره 180، هتطلع لكم اللهم بارك بالشكل القمر ده. معلش ثانيه واحده، اخدتوا بالكم من الكيك ولا ما اخدتوش؟ بس انا مش عارفه الفيديو اللي فات ما عجبكوش ولا ايه، ولا اليوتيوب. انا عارفه ان هو عجبكم والله، وانتوا ربنا يبارك لكم كتبتوا لي كومنتس قمر جدا والله. بس هو اليوتيوب غالبا ما اقترحوش. يعني انتوا متخيلين لحد دلوقتي في 400 بني ادم من ال 4800 اللي عندي اللي شافوه. الناس بتداري على خيبتها، وانا ايه بقول لكم على طول. مش مشكله، لا انا هعزم، لا انا هعزم. عارفين انا شفته وعادي. انا في العادي والله بجد بجد يا بنات والله في العادي كنت بتضايق،
واقعد اقول طب بس انا ليه، طب انا عملت الفيديو حلو، طب ليه مثلا ما عجبهمش، طب ليه مش عارف ايه، اكيد في مشكله عندي، اكيد مش عارف. بس الحمد لله طلع المشكله في اليوتيوب، يعني مش عندي خالص. انا هقول لكم ليه. لان انا الحمد لله برضو زي ما انتم عارفين انا عندي اكونت على التيك توك، بس انا مش بظهر عليه خالص. انا بس بنزل عروض للبنات اللي عايشين هنا، ولا مكان فيه عروض مثلا بيم وشوك ايسبير، لو رحت المول ولقيتهم نازلين عروض فبنزل العروض دي للناس اللي عايشه هنا يستفيدوا بيه يعني. واللهم بارك عندي عليه اكتر من 16,000 يعني. وكمان انا مش ناشطه عليه ماشي. جيت الفتره اللي فاتت، الفتره اللي قلت لكم ان انا هاخد اجازه شويه من اليوتيوب، كان جاي لي بصراحه احباط رهيب. فقلت ايه، طب انا هنزل عليه، ارجع تاني انزل عليه عروض. يا جماعه اللهم بارك، انا نزلت فيديو على عرض كده كان في البيم. الفيديو ما كملش مثلا 24 ساعه وكان جايب 115,000 مشاهده. فتاكدنا الحمد لله المشكله مش فيا، المشكله في اليوتيوب. بس ولو طبعا مش متابعيني على الانستجرام تابعوني. انا امبارح كنت في مكان حلو جدا جدا، وكنت بحضر فرح تركي والحمد لله ما لحقناهوش يعني وكده. رحنا في الاخر والعروسه والعريس بيمشوا، ونزلت لكم هناك الصور بقى بتاعتي انا وجيري وخديجه ومحمد، وصورنا مع العريس والعروسه. وبعد كده رحت على البسفور اتفسحنا بالليل، ونزلت لكم كمان برده ستوريز هناك حلوه قوي، والبنات الحمد لله كانوا مبسوطين جدا. وبنزل لكم كل يوم الصبح القهوه بتاعتي وانا بعملها، فهتلاقوني على الانستجرام. انا متفاعله جدا جدا، فانا مستنياكم هناك على الانستجرام بس. وبعدين هنا خلصت طبعا زي ما انتم شفتوا كده. كنت جايبه ده شمام يا جماعه مش كانتالوب ماشي، ده شمام معلش انا اسفه، ده شمام قطعته عشان احطه في التلاجة عشان يبقى ساقع. والصوص خلاص حطيته، والمواعين خلاص عملتها. ونيجي بقى للمفاجاه القمر، اللهم بارك اخيرا بقى عندي مروحه. بصوا احنا بصوا احنا بقالنا 4 سنين هنا في تركيا، ولا مره فكرنا ولا سنه اصلا فكرنا في الصيف ان احنا نجيب مروحه. بس عشان بجد الصيف ده كان صعب جدا يعني. مش كان احنا ستيل قاعدين لسه في الصيف. هي دي المروحه اللي انا اخترتها. انتوا عارفين رؤيه يعني بتجيب اختراعات جديده، رؤيه مش تقليديه. انا مش تقليديه يا جماعه، ما بعرفش اجيب الحاجات التقليديه اللي عاديه كده، لا انا لازم ادور على حاجه مختلفه واجيبها بس. ودي شكل المروحه، اللهم بارك ما شاء الله. لسه على فكره هي لسه جايه النهارده، وانا هنزل لكم الفيديو النهارده عشان تعرفوا ان انا اشطر كتكوت في الكون. معلش نسقف في رؤيه كتير، بس دي الحاجات اللي جايه معاها. انا لسه مش عارفه اي حاجه والله فيها يا جماعه، ولا عارفه رايي ولا اي حاجه. بس هي اللهم بارك شكلها عجبني، وانا ببص للشكل، ومحمد بيبص للمضمون. مش عارفه حد يقول لي ان هو زي انا تافهه، والله بحب ابص للشكل. محمد بقى بيبص للوطات بتاعتها مناسبه ولا مش مناسبه، يدخل يبص كده في المضمون بتاعها. تمام خلاص ماشي. بس احنا في مشكله بقى فيها. احنا طلبناها من اسم معين، براند معين، جات لنا من براند تاني. بس احنا لما دخلنا على الصور لقينا نفس الناس جاي لهم نفس البراند اللي جالنا يعني، غير اللي هو موجود على الصوره بره على ترنديول. فاحنا لسه مش عارفين، هنشوف بقى كام يوم كده. تمام مش تمام ممكن نرجعها تاني، هي بريموت كده. بس دلوقتي انتوا هتشوفوا بقى ايه كل التفاصيل، وتشوفوا انا هحطها فين. بجد ما شاء الله. عارفين هي قطعه ديكوريه جديده. انتوا عارفين انا عاشقه للديكورات، وان انا بحب فاهمين كل حاجه لازم تيجي متناسقه مع الحاجه اللي بعدها كده. فقولوا لي ايه رايكم. بس هنا بقى دور محمد نشغل العضلات علشان ايه هو اللي هيركبها، لان انا افتحه مش تكنولوجيه والله يا جماعه. بس كده. وقلت ايه، عارفين انا عملت والله ما كنتش. بس انا هقول لكم، انا ما كنتش عارفه الصراحه ان هي تيجي النهارده فاهمين. بس هي الصراحه اول ما جت قلت هصورها وانزلها على طول في الفيديو اللي جاي ده. فاهمين انا عارفه انتوا بتفرحوا لي قوي وبتحبوا، فاهمين بتحبوني الحمد لله الحمد لله يعني وكده. وقلت كمان ايه افرحكم معايا، الحمد لله بقى عندي مروحه. عشان في شخص ما هو انا لازم اتكلم يا جماعه. بصوا انا لما بيبقى عندي حاجه عايزه اتكلم فيها هتلاقوني افضل الف عشان اتكلم في نفس ذات الموضوع. بس انا بجد عايزه اتكلم معاكم في الموضوع ده فيس تو فيس. حاسه ان كده افضل، ولا اعمل مثلا فيديو ان انا بعمل حاجات واكلمكم فيه يعني. برضو قولوا لي. لا اصلا انا هموت واحكي. انا يا جماعه رغايه قوي والله. لما بيبقى عندي حاجه عايزه احكيها للناس اللي بحبهم ببقى هموت خلاص واحكي. لو بجد سيبوني احكي بقى، سيبوني احكي. بس الحمد لله الحمد لله. بصوا الاحلام خلقت لكي تتحقق يعني. كل اللي بيحلم بحاجه ان شاء الله خليكم واثقين ان هي ربنا يحققها لكم، بس في الوقت المناسب. بس كده. انا مؤمنه جدا بالمقوله دي، ان الاحلام خلقت لكي تتحقق. انا استحيل ربنا هيعلقني بحاجه ويخليني احلم بحاجه وهي مش من نصيبي. هي ممكن تتاخر شويه على ما تتحقق، بس اكيد في الوقت ان هي مش تتحقق فيه ده هو ده الخير، وقت ما تتحقق هو ده الخير برضو.
بس كده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وده شكلها القمر، ونقول اهلا للمروحه الجديده. بصوا انا بحب التفاصيل بتاع بيتي فاهمين، وانا عارفه ان كلنا كده، كلنا كستات دلوقتي او كبنات كمان بنفكر ازاي نبني بيتنا، وكستات دلوقتي عندنا بيتنا بنحب التفاصيل بتاع بيتنا. فان شاء الله انا هفضل، حتى لو اليوتيوب مش هيشجعني قوي، مش هينشر محتوايا قوي، انا هفضل معاكم وان شاء الله لحد ما كلنا نحب بيتنا بتفاصيله البسيطه، وان ممكن نعمل بحاجات بسيطه جدا نعمل بيت شكله هادي. شوفوني وانا بشغلها اول مره معاكم. ها بسم الله، مرة واحدة خلاص ما اشتغلش يا محمد، ادوس تاني. كده اشتغلت بجد. انت خليها اسمه تلف بقى. اخليها تلف منين؟ من ده. مين جاهل زي في التكنولوجيا؟ هي كده بتلف يا محمد؟ بتلف هي فعلا. دي بتعمل ايه دي؟ انا كده بعلي الصوت. ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر، ما شاء الله، حلوه، تهوي كويس ما شاء الله. بس انا هقول لكم على التركه اللي حصلت، عشان احنا ما كناش طالبين الماركه دي من ترنديول. استنى، بص ده الاضاءه احلى. بصوا البنات باينين ازاي. هما هنا اهو، بصوا هما جنبي. احنا كنا طالبين ماركه تانية اسمها بليس، فجات لنا دلوقتي اللي هي دي، هي من كوتشتوش، البتاع بتاعها من كوتشتوش يعني، بس هي للاسف عشان غليت، مش عارفه غليت ولا ايه، راحوا جابوا لنا الماركه دي. بس احنا لما دخلنا على الصور بتاعه اللي احنا طالبينها لقينا ان الماركه دي هي اللي بتروح دلوقتي، فاهمين؟ انا لسه مش عارفه بصراحه هي حلوه ولا مش حلوه ولا ايه، بس عشان الجو بصراحه حر قوي، واحنا من وقت ما جينا تركيا من 4 سنين ما جبناش مروحه، مش عارفه ليه. بس الجو فعلا السنه دي حر جدا، فاحنا قررنا ايه، نجيب مروحه. فانتوا عارفيني انا مش بحب الحاجات التقليديه يا جماعه، بحب الحاجات المختلفه. فقلت لا، هجيب المروحه يبقى شكلها حلو كده ومختلف ولايق مع الديكور وكل حاجه، بس في نفس الوقت بتهوي والوات بتاعها كويس. فانا بختار الاشكال، ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالشكل، محمد ليه دعوه بالمضمون، هل هي صالحه ام غير صالحه. بس فما حبيتش اجيب المروحه التقليديه يعني وكده. وبصراحه هنا التكييف ملهوش لازمه، لان هو اصلا شهرين بس حر، احنا عندنا في مصر تكييف، بس هنا احنا من ساعه ما جينا ولا فكرنا، احنا بصراحه اكيد مش هنفكر نجيب تكييف خالص، لان انتوا عارفين الدفايات هنا. بصوا الدفايه دي اللي هي في منها 2 في الصاله، وفي منها في التويلت، وفي منها في الاوض، وفي كل مكان. ففي الشتاء بنشغل الدفايات، في الصيف هم شهرين بس. السنه دي الصيف فظيع بجد، حر جدا، وبيقولوا ان من نص 7 هيبقى حر اكتر. فانا كنت بدور بقى على مروحه وكده، والحمد لله اللهم بارك توفقت في هذه، بس لسه مش عارفه بصراحه يا بنات هي حلوه ولا مش حلوه، عشان بس ما حدش يقول لي رؤيه ايه رايك فيها ومش عارفه ايه وكده، لسه والله. بس انا مش بحب الحاجات التقليديه، انتوا عارفيني انا مختلفه طول الوقت. بس ايه رايكم فيها؟ اللهم بارك، شكلها حلو قوي، اللهم بارك، مهويه كويس. هي بس على قد كمان فاهمين الصاله، يعني انتوا شايفين الصاله، معلش ده عشان البنات كان عندهم اونلاين، الان كان يوجد لدينا اونلاين يا بناتيتي. خديجه لسه في حرف انا بعاني والله مع خديجه عشان تذاكر. بصوا اهو بنكتب ده ممكن في اسبوع بس. خديجه تعالي كده بس. فخلاص كده. بصوا انا هقول لكم على حاجه واحده، الاحلام خلقت لكي تتحقق، بجد والله العظيم. احلموا وان شاء الله ربنا يحقق لكم كل احلامكم، بس دايما اكتبوا احلامكم على ورقه، وان شاء الله ربنا يحققها لكم باذن الله. بس بجد خليكم واثقين ان الاحلام خلقت لكي تتحقق، يعني انت حلمتي بحاجه ان شاء الله ربنا يحققها لك في يوم من الايام. ممكن لو اتاخرت شويه، اتاخرت علشان هي حكمه من ربنا ان هي تتاخر، واكيد ده خير، طالما اتاخرت يبقى اكيد ده خير. بس ان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم بالخير، ويرزقكم بالخير، ويوسع رزقكم، ويبارك لكم في رزقكم، ويكبر بخاطركم، ويسعدكم، ويهنيكم، ويحقق لكم كل حاجه نفسكم فيها. بس كده. اشرح لنا بقى يا محمد معلش. تمام. هما الموضوع سهل. اولا ده الباور بتاعها ده اللي بيشغلها،
يقفلها او يشغلها. بالنسبه للزرار دوت ده اللي بيخليها تلف، هي بتلف تقريبا يعني 90 درجه حوالين نفسها. هنا بالنسبه لدوت اللي بيزود درجات الهواء، يعني هي فيها 3 درجات، درجه اولى 1 و2 و3. ماشي. بالنسبه لهنا ده حاجه جديده في المروحه بشكل عام، يعني اللي هو بيخلي المروحه تشتغل على ال3 درجات مره واحده، يعني هي بتلف لفه كانها رقم 3 وبتهدى خالص 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 لحد رقم 1، بعد كده ترجع تعلى تاني. بالنسبه لده التايمر اللي هي بعد وقت معين مثلا لمده ساعه او 4 ساعات هي بتقف لوحدها. لو احنا مثلا قاعدين في البيت ممكن مثلا حد هينام ولا حاجه فهي شغاله لوحدها تقف بعد مثلا 3 4 ساعات. نظبط ندوس مثلا هنا بنختار بالظبط. هنا في 4 اختيارات، في ساعه فوق هنا كمان ساعه او 2 او 4، دول ال3 الاختيارات بتوعها. ايوه. بس وفي نفس الوقت الميزه اللي انت تقدري تستخدميها من هنا، الشاشه دي تاتش وفي نفس الوقت من خلال الريموت. يعني بصوا كده هنا انا لو دوست كده هو اشتغلت. قربي كده، شايفه اللون دوت؟ ده اللون اللي بيحدد هي على انهي درجه. انا مثلا اهو بقت درجه 1 سامعين صوت هدي، بقت درجه 2، بقت درجه 3. والتاتش حلوه جدا، كان تاتش تليفون يعني. ما شاء الله سلس جدا يعني. بالنسبه لللفه اهو نفس الطريقه، انا لو دوست على ده اهو هي وقفت ثبتت مكانها ما بقتش تتحرك. بالنسبه للتايمر وبالنسبه لده بيلغي ال3 وبيخليها تشتغل 1 و2 و3 مع بعض، بتلف وتروح وتيجي مع بعض. هنشغلها تاني تلف وتسيبها تلف حوالين نفسها. تهولنا المكان. بس طبعا جورا وخديجه متحمسين جدا. انا بس هوقفها. بصوا هنا المكان اللي ورا ده علشان تتشال منه، وفي نفس الوقت عشان نحط الريموت علشان ما نقعدش نلف وندور عليه. وعشان طبعا جورا وخديجه مش هيلعبوا بيه. في هنا بقى حاجه تانية، الجزء ده بيتفك عشان يتنضف. هو هنا معمول له في مسمار بس بيتفك عشان الجزء ده هيتشال خالص وتتنضف من جوه بقى، اللي هو ايه لو فيها مثلا وبر او في حاجه تقدر نتنضف بيها. وفي نفس الوقت في مكان هنا ممكن تتعلق برضه. بس ما اعرفش يعني ممكن يعلقوها ليه، بس هي في مكان هنا تلت عليه. والله لا مش عارفه مين هيعلقها يعني. اهو بقى يعلقها مش قصتها احنا طيب خلاص. لا مش للتعليق ده ايه؟ لا ده عشان يفك الجسم كله، ده مكان المسامير بس عاملينه بشكل حلو. طيب خلاص عاملينه بشكل حلو. هي اصلا انا اخترتها عشان هي شكلها مختلف. استخبى خلاص. بس كده الريموت عشان انتي ما تمسكوهوش. تمام. اصلا مش شايفاه عشان ودي. انتي مش شايفاه انا فاهمه. انا مش فاهمه بس شفته، بس انا شايفها.